ينفع ما نقيمش مصطفى شوبير من دلوقتي؟ ينفع ما نقيمش مروان عثمان من دلوقتي؟ لسه بدري قوي؟ مش لسه بدري على مصطفى شوبير؟ يعني بلاش نضغط عليه يلعب اساسي على الشناوي. لقينا الشناوي لعب ماتش هنقطع في المدرب، لقينا شوبير لعب وغلط هتقول لك ما اصل خبره الشناوي افضل. بدري قوي على خناقه الكره من دلوقتي، يعني الموسم لسه طويل. والمهاجم الراجل لسه مروان عثمان ده اول ماتش يلعبه، يعني ما لعبش الا 60 65 دقيقه يعني. بدري قوي على التقييم، والناس تقول لك باين من لمساته، واللي يقول لك لا ما هو تحركاته عاديه. هو لا كده ولا كده، لسه بدري ما شفناش يعني. تاني حاجه، عشان اتفرجت على الماتش شويه كده، مش ينفع نفضل نقول 4 2 3 1 4 3 3 4 2، لان هنا بصراحه الموضوع في الكره المحليه مش مسطره يعني. عشان افضل ماشي كده بعيني مع اللعيب، اصله اتقدم فبقت 4 3 3 في ثانيه نسي، فبقت 4 2 3 1، ما لهاش شكل قوي يعني. هو ممكن تقول على الورق 4 3 3، والتحركات جوه الملعب هنا بتختلف شويه. الاهلي كسب الحمد لله، ربنا يكرم في اللي جاي، تصدر مجموعته. الماتش الجاي صعب جدا، هنلاعب يانج هناك بره الارض. طيب قبل ما نروح هناك ونلاعبهم بره الارض، الدفاع العالي. انا كل ما هتكلم على الاهلي هتكلم على الدفاع العالي، الدفاع اللي طاير. نص ملعبنا معديين، واخر اتنين مدافعين معديين نص ملعب، داخلين في نص ملعب الخصم. احنا عندنا سرعات اجنحه ومدافعين تقدر تغطي لما نقابل فرقه كبيره. احنا هبقى بصراحه ممتاز ممتاز يسترب لو فضل مكمل على كده. لكن برضه ده يانج افريكان زينا لعبوا كورتين ثلاثه صعبين علينا، وكانوا ممكن يتقدموا علينا. الدفاع العالي انسب حاجه لينا هنا في مصر، وللاهلي الله اعلم. انا ما اعتقدهاش يعني، واحد الاهلي بيكسب، انا ما اعتقدش الدفاع العالي ده انسب حاجه للاهلي او للكره المصريه يعني. ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله يعني.